أحلى عيش بقى ممكن تعمليه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة والمكونات مش مكلفة خالص. كمان رمضان داخل علينا ومحتاجين ان احنا ناكل كده عيش في السحور. كل يوم ممكن تطلعي منه كام رغيف كده وتاكلي منه. عايزة اقولكوا بقى ان العيش ده كمان بيفتح النفس جدا. وبكيلو دقيق بس ممكن تعملي كمية كبيرة وتعبيها في اكياس وتشيليها في الفريزر. وكمان لما بتطلعيها من الفريزر عشان يفك ما بيحتاجش ان هو يتسخن لانه بيفك وبيبقى طري زي ما انتوا شايفين كده. بجد العيش ده طعمه حلو جدا وما بيحتاجش خميرة. وطريقة سهلة وبسيطة والمكونات مش مكلفة خالص. بجد جربوها هتعجبكم جدا وطعمه عامل زي الفطير بس مش دسم ولا تقيل على المعدة. بجد بصوا بقى طريقة العيش عاملة ازاي. وانا هنا عبيته في اكياس زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. عايزة اقول لكم يا جماعة ان طعم العيش يجنن. تابعوني على القناة بتاعتي علشان يوصلكوا كل جديد وتشوفوا بقية الوصفة. ما تنسوش تعملوا لي لايك لو اول مرة تشوفوني وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.